السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. وما هي الحلول للخروج من هذه الأزمة في فريق الرجاء؟ أظن على أن الرئيس المقبل لفريق الرجاء لديه خيار واحد، لا خيار آخر، وهو استغناء عن بعض اللاعبين والعمل ذلك ربما بطريقة أن تكون ذكية. سنبدأ من حراسة المرمى. زنيتي انتهى عقده مع الفريق، يجب إعطائه باقة ورد وشكر على كل ما قدم للفريق. الهدودي كذلك انتهى عقده مع الفريق، يجب عدم التجديد له وتركه إلى حال سبيله. لديك النهيري أيضا ينتهي عقده مع الفريق، يجب شكره أيضا على كل ما قدم، مع العلم أنه لم يقدم أي شيء في هذا الموسم. أظن على أن مذكور كذلك يجب التخلص منه بإعارته أو ببيعه إلى أحد نوادي البطولة الوطنية. يجب التخلص من مذكور. يجب أيضا الحافظي والزرهوني عدم الدخول في تجديد معهم وتركهم يذهبون ليكملوا الضحك في فريقهم السعودي الذي قام بالاستغناء عنهم وأتوا للرجاء، لكن للأسف لم يقدموا أي شيء. خاب كذلك، أظن على أنه ليس من طينة اللاعبين المهاجمين الذي بإمكانهم أن يلعبوا رسميا في فريق الرجاء. أظن على أن خاب هو أيضا لم يقدم أي شيء، لاعب ثقيل جدا، لا ربما كثير من الأشياء تنقصه ليكون هداف في فريق الرجاء. خاب لديه عقد مع فريق الكويت الكويتي، يجب تركه ويذهب إلى فريقه. الهبطي كذلك يجب التخلص منه بأي طريقة، يا بالإعارة يا بالبيع، لأنه لاعب لا يقدم أي شيء. تركه لفريق يلعب موسم ربما بإمكان، إذا استفاد شيئا بإمكان الفريق الاستفادة منه، إذا لم يقدم أي شيء فحين ذاك يمكن التخلص منه بأي طريقة، وهي البيع وليس بطرد اللاعب وأن يذهب إلى لجنة النزاعات الوطنية أو الدولية ويقوم باستخلاص مبالغ كبيرة لا يستحقها من ميزانية النادي. بلغيت أيضا لم يقدم أي شيء، يجب فسخ عقده بطريقة ربما أن تكون ليس فيها ضرر على ميزانية النادي. بوكاسي كذلك لم يقدم أي شيء، لم يدرج حتى في اللائحة من لائحة لاعبي فريق الرجاء. أظن على أن يجب النظر في عقده والتخلص منه هو أيضا. حتراف لاعب الزاوية، أظن على أن نريد لاعب لفريق وليس نريد لاعب لزاوية. حتراف لم يقدم أي شيء هذا الموسم، موسم كارثي لحتراف كما هو موسم الرجاء. أظن على أن حتراف أيضا يجب تركه إلى حال سبيله. ثم نأتي إلى لاعب الجيش الملكي المجاهد الذي لم يقدم أي شيء لفريق الرجاء، لم يلعب حتى أي مباراة. أظن على أن 12 لاعبا يجب الاستغناء عنهم، منهم من انتهت عقودهم ومنهم من لا زالت لديهم عقود. بعد طرد هؤلاء اللاعبين ربما أظن على أن أربع خمس لاعبين من البطولة الوطنية بعقود ربما لاعبين أن يكونوا أحرار أولا لكي لا تدفع أي مبلغ لناديهم. ثاني شيء هو أن يكون لاعبين ممتازين. وثالث شيء وهو أن يكون القيمة السوقية في المتناول 120 140 لا غير لهؤلاء اللاعبين الذين بإمكان جلبهم إلى الفريق الموسم المقبل. أربع خمس لاعبين بأقصى تقدير، وعودة المعارين، وخمس ست لاعبين من فريق الأمل، ثم سعيد الصديقي والحسين عموتة. بإمكان هذا الثنائي أن يقدم شيء الكثير لفريق الرجاء، نتمنى ذلك. أظن على أن حسين عموتة وسعيد الصديقي مشروع لعامين للمنافسة على عصبة الأبطال الإفريقية، ولكن في الموسم الأول أن تكون تركيبة بشرية للفوز بالبطولة. دعك من كأس العرش، دعك من عصبة الأبطال الإفريقية، فريق للمنافسة في 30 دورة لا غير، والفوز بالبطولة الوطنية. وحين ذاك يمكن بعد ذلك يمكن شراء بعض اللاعبين الممتازين، أربع خمس لاعبين، وألا تكون أيضا طاقتهم المالية كبيرة لكي لا نستنزف ميزانية النادي. أظن حين ذاك يمكن الفريق أن ينافس وأن يخرج من أزمته. يجب تأدية جميع ما يستحق أي شيء في فريق الرجاء، تأدية مبالغه أحسن من أيتان بلاعبين آخرين بمبالغ كبيرة ولا يقدم أي شيء، وتتراكم الديون على النادي. هذه أشياء ربما إذا حدثت ستكون مغرقة لفريق الرجاء، وستكون كارثية على حاضر مستقبل الرجاء وعلى مستقبل الرجاء. والسلام عليكم ورحمة الله.